لو انت مش عاجبك وضعك الحالي فدول 3 نقط لازم تاخد بالك منهم كويس عشان تعرف تحسن من وضعك المادي والنفسي. اولا بلاش جلد ذات، بمعنى لوم نفسك بس بلاش الموضوع يوصل معاك لمرحلة الجلد، لان ده من اكتر الحاجات اللي بتخلي تفكيرك يقف ومش بتعرف تبص للي جاي. فلازم تكون عارف وحاطط في دماغك اننا بشر وان كلنا بنغلط، بس الغلط مش نهاية العالم ولا نهاية الكون، يعني ده في الدين وفي علاقتنا مع ربنا في حاجة اسمها توبة. تيجي انت بقى في امور حياتك وتعطل كل حاجة على غلط عملته؟ ما ينفعش. 2. اتعلم من الماضي مش تركز عليه، ودي تعتبر تكملة للنقطة اللي قبلها. وهديك مثال بسيط، تخيل كده معايا انك بتسوق عربية وان كل الازاز اللي قدامك بيعرض لك الطريق اللي وراك، وان المراية الصغيرة اللي قدامك هي اللي بتعرض لك الطريق اللي قدام. هل ساعتها هتعرف تسوق؟ اكيد لا. طبق ده بقى على حياتك وانت هتعرف انه ما ينفعش انك تفضل مركز على الماضي، سواء بقى فترة معينة او موقف معين ما تصرفتش فيه بالشكل السليم، وتفضل تقول يا ريتني كنت عملت كذا او يا ريتني اتصرفت بالطريقة الفلانية، لان ده مش هينفع ومش هيقدر يرجع الموقف. بس الصح هنا انك تتعلم من اللي حصل لك في الماضي وتتطور وتتحسن عشان اللي جاي. 3. واجه مشاكلك وحلها مش تتجنبها وتهرب منها. عارف ايه اللي بيميز الناجح عن العادي؟ هي النقطة دي. في واحد تجيله المشكلة يفضل يخترع حجج ومبررات لنفسه، وليه يا رب واشمعنى انا، وهو قاعد مع مشاكله في قعدة انس بتعرفهم على بعض اكتر، في حين ان واحد تاني اول ما بيجيله المشكلة دماغه على طول بتفكر في حلها. تقولش يا جدع كان متوقعها. انا اعرف واحد شغال في مجال معين وكل ما تقابله مشكله في المجال ده او يحب يتعلم حاجه ويلاقيها صعبه بيفرح قوي. طبعا كنت مستغرب من عقليته لحد ما سالته، بس رده بصراحه عجبني قوي. قال لي ان كل ما بعرف ان المشاكل بتاع المجال بتاعتنا رخمه، او لما تحب تتعلم في حاجه او تطور من نفسك بيكون الموضوع صعب، بفرح لان ساعتها ببقى عارف ان مش كتير قوي هيبقى في نفس مستوايا. فالتركايه انك تحل المشكله مش تعمل فيها مش واخد بالك. يعني مثلا انت فتحت محل وجات في فتره المبيعات ما كانتش احسن حاجه، والدنيا عند غيرك شغاله كويس، ما تقعدش بقى تقول اشمعنى انا وغيري ليه يا رب بيبيع وانا حالي واقف. حاول تشوف الخلل فين وتصلحه. انا مثلا المحل بتاعي جت عليه فتره والمبيعات بتاعته وقعت خالص. الموضوع كان مضايقني بس حاولت اركز مع الموضوع لحد ما اكتشفت ان الشخص اللي واقف بيدير المحل تعامله مع الزباين والعملاء زي الزفت، لحد ما بدلته بشخص تاني والحمد لله الدنيا اتحسنت. فزي ما قلت لك التركات اللي بتميز الناجح عن العادي ان لما بتحصل مشكله واحد بيهرب واحد بيحل. والتركات التانية والأهم إن واحد بيتفرج على الفيديو وبيعجبه وبيطنش، وواحد بيتفرج على الفيديو وبيعمل لايك. لو سمحت اعمل لايك واشتراك في القناة واستنى الفيديوهات الجاية وإن شاء الله هكون أفيد بكتير. سلام.